السلام عليكم إخوان أخواتي. مرحبا بكم من جديد. أكثر هذه الأيامات الحديث على السوخوي وعلى لاف 35، لأن كاين أخبار على أن روسيا باغا تسلم طائرة السوخوي للجزائر، والاف 35 الولايات المتحدة باغا تسلمها للمغرب. كيبقى هاد الأخبار هذه يمكن واش هي صحيحة واش ماشي صحيحة، لأن الأخبار تتضارب. اللي أكيد هو أن المغرب تسلم المنظومة ديال الباتريوت من الولايات المتحدة، وتسلم الأباش، أسلحة جد متطورة. بالنسبة للاف 35 هذه السلاح اللي الولايات المتحدة ما كتسلموا إلا الحلفاء الموثوقين، وهاد الحلفاء الموثوقين هما اللي كاينين داخل الناتو. وكاينه إسرائيل هي الدولة الوحيدة كنظن اللي واخداه خارج الناتو، هي اللي عندها هاد السلاح هذا. بينما ما كاينش دولة في العالم، ما عندها هاد السلاح هذا. ولكن ربما كيتسائلوا، لأن واحد الخطأ عطيه واحد المناقشة مع واحد السيد قال لي راه الجزائر راه كتقترح ملايير الدولارات على أمريكا باش أمريكا تبيع ليه السلاح. الى زون دغوا دو غيفي قلتها له، ولكن هو ما قبلهاش. هو قال لك لا، ترامب ستانوم ديال الصفقات وكيسحب هاد الامور بهاد السهله هادي، بهاد السهوله هادي. ترامب رجل صفقات، ولا بانوني فلوس غادي. هادشي ماشي بصح، وغادي نوضح علاش. هاد الاف 35 هي من الطائرات، او ماشي من، ربما هي اقوى واحدث واشرس ما كاين حاليا في السوق. ما نقولش السوق لان ما عرضش للبيع من هب ودب. كاينه الرافال ديال فرنسا، وكاين السوخوي كتبقى بين قوسين ديال روسيا. الدليل هو ان روسيا هي دابا في حرب. حنا ما سمعناش على اي شيء انجازات ديال السوخوي، ما سمعناش على شي حاجه. هي كاينه دابا في حرب مع اوكرانيا، ما سمعنا والو. واش غتبيعها الجزائر؟ الله اعلم. ولكن كاينه مؤشرات ان واحد الوقت كانت روسيا، هاد المؤشرات ماشي كتعني انها غتبيع، وماشي كتعني انها ما غتبيعش. وباش يعني نمشي من الاخر، الى روسيا غتبيع السخوي للجزائر فتاكدوا انها عارفه بلي ماشي طائره متفوقه على التكنولوجيا اللي كاينه عند الغرب. وهادشي غنوضح انا في هذا الفيديو، ان ما يمكنش روسيا تبيع للجزائر، وبالضبط للجزائر، طائره اللي التقنيه ديالها متفوقه على التقنيات ديال الطائرات ديال الغرب. لا غتبيع عليها، راها بايعه عليها شي حاجه اللي ماشي احسن ما كاين. هذا هو سميتو. اذا باش نكونوا واضحين، ودابا غنوضح علاش. لان واحد الوقت كانت روسيا تطورات بواحد الشكل كبير على الغرب. ماشي روسيا، الاتحاد السوفيتي اللي كان القلب ديالو النابض هي روسيا، كانت طورت بزاف في هذا المجال ديال الطيران على الغرب. كانت صدرات واحد الميك 24. هذاك الميك 24 اسال لعاب ديال الولايات المتحده بالضبط، اسال اللعاب ديالو. من هاد المعلومات اللي كنعطي، هذه المعلومات اللي انا مطالع عليها، قدر يكون ديفيرسيون، ولكن المعلومه راه صحيحه. هذه المعلومه صحيحه، انا مطالع عليها وعارف هذاك الشيء علاش كنعطيها لكم دابا. المهم، قلت لكم الطياره هذه اسالت لعاب الولايات المتحده، والولايات المتحده كيقلبوا على كيفاش يطالعوا على لي سوكري ديال ديك الطياره هذيك. وهما يعني كيديروا كل شيء، يعني كل شيء. كاين واحد ليشونج عندهم مع الدوله العبريه، واحد ليشونج اللي هو يعني كبير بزاف. الوغ الدوله العبريه فكرت في خطه باش تجيب طياره كامله، ميك 24 روسي تجيبو.
هذيك الميك 24 كيمشي الضو، ما عرفتش كيبقى شويه الظلمه، ولكن معليش. هذيك الميك 24 على من كاينه، ولكن الخطا ان روسيا الاتحاد السوفيتي اعطيها العراق. يعني اعطيها العراق، يعني ان باغي تبيع السلاح بهذاك اسمو خاصك تمشي لدوله اللي ما يكونش فيها خلل. ما يكونش فيها خلل. العراق فيها خلل، لان العراق ديكتاتوريه ديك الساعه في صدام الله يرحمه، ومخترقه، مخترقه من الاجهزه ديال الاستخبارات الامريكيه والفرنسيه وغيرها. المهم فكروا همايا ملي كاينه في العراق، قالوا غادي نشوفوا شكون اللي يقدر يجيب لنا الطياره، وجبدوا الملفات ديال الطياره، ماشي الطائره، الطياره اللي كيسوقوا الطيارات، لي بيلوت. جبدوا الملفات، بداو كيتفحصوا، وما يطيحوا في واحد الطيار بدا بعثي، يعني كاين في حزب البعث، وبدا كيقفل النجم ديالو. السيد بدا من دوك اللي الا بغينا نقولوا مغضوب عليهم. وكتعرفوا ان في هذيك الانظمه ملي شي واحد كيبدا كيقفل النجم ديالو كيولي مهدد، كيولي كيحس بلي يقدر يمشي للحبس، يقدر يتعدم، يقدر يتصفى، كيولي هاد الهوس هذا. يعني كتولي القضيه عنده. هذاك الطيار هذاك ملي طاحوا عليه عرفوا باللي صابوا، يعني الا بغينا نقولوا لو طالون داش، نقطه الضعف صابوها. هذاك الطيار كيمشي لبريطانيا كيدوز لي فاكونس، خرج واحد الخرجه لبريطانيا، و يتلاقى بواحد حسناء من الحسنوات، اسالت اللعاب ديالو كما الطياره اسالت اللعاب ديالها، هذه الدريه اسالت اللعاب ديالو. المهم باش نبقاو في حدود اللياقه من وفي الحقيقه هادشي راه كيبكي ولكن هادشي اللي عطا الله. على اين الطيار، هذيك البنت، يعني هي ما بغاتش علاقه عابره، بغات علاقه يعني الا بغينا نقولوا اللي عندها مستقبل. السيد تلاح كامل، بدات كدير لوطيل، كدير لوطيل وكتدوز معاه ليالي حميميه، وكدير معاه داكشي اللي ما كيدارش بلا ما رمضان هذاك. المهم كدير معاه شي حوايج اللي ما كيقبلهمش العقل، والكاميرات كيصوروا ديال الموساد كيصوروا. السيد ما جايب خبار، فرحان عجبو راسو. على ايين من بعد الدريه قبلات، طارت ما سمعت، هو كيقلب، مشى للبار، هما يجوه دي زاجون ديال لي سيرفيس سكري ديال ديك الدوله اللي على بالكم. السلام، وعليكم السلام، واش عرفتينا؟ لا، وانت تعرفنا ناس. هما يسرحوا ليه التصاور. الصدمه، ما نقولش لكم الصدمه. قالوا لي حنا راه مخابرات. ايه، ديال الدوله اللي بالك، الدوله العدو. ايه، شنو رايك في هاد التصاور؟ والدماغ غيبدا يدور، لان اش غادي يقول صدام. صدام ما غاديش يشوفوا، ولكن كاينين اللي غيتكلفوا كيفاش غيفسر ليهم. يعني دابا راه كلشي ممكن، هذا جاسوس، هذا كيبيع اسرار البلاد، هذا عنده علاقه مع بالمناسبه قالوا لي هذه راه جاسوسه، راه ديالتنا. يعني باش نسطر على هاد النقطه هذه، قالوا لي هذه راه جاسوسه ديالتنا، ضحكات عليك. قال لهم شنو الحل؟ قالوا لي الحل جيب لنا واحد الميك 24. اوي اوي، ميك 24 كامل. يا نعمس، الا بغيتي تحقق راسك. بالمقابل حنا غادي ندخلوك للبلاد ديالنا، وغادي نعطيوك انستركتور تعلم الطياره ديالنا على ديك الطياره، وغادي تكون عندك مكانه. عندي المراه، عندي الولاد. قالوا لي داك الشيء ما تضرب لي، حنا غنتكلفوا. انت شوف غير خذ القرار ديالك، جيب لنا الطياره
لو غيست راه ما عندكش الحل، لو شوا ما كاينش، اما هذا الشيء اما كتعرفوا هذوك الانظمه، انظمه قاسيه اللي ما كتخليش بنادم يفكر، وما كتخليش بنادم حتى داك الردود انه راه ممكن ما داير والو، يعني عارف المصير ديالو شنو هو، عارف ما كاينش، يعني الحل الوحيد غيديروا مع هادو، ما يمكنش يديروا مع الدوله ديالو. قولوا مرتك صيفطها عطله لبريطانيا وحنا غنتكلفوا بها، ولكن جيب الطياره. المهم اتفق معاهم، مشى، هما مشاو في حالاتهم، هو رجع للدوله ديالو العراق، سنى الدور ديالو باش يهز الطياره يدير بها شويه التدريب وهرب بها وداها. ملي وصل للحدود ديال الدوله اللي على بالكم، تبعوه 4 ديال الطائرات ديال اف 5 حتى هبطوه على خاطو وتسلموا الطياره. مرتو في بريطانيا جوها الموساد، عاودوا لها قصه، قالوا لها راجلك راه خان، شنو دار واش دار. المهم بكاء النواح العويل هادي، ولها باكي الاختيار، بغيتي تلحقي على راجلك راه دابا غادي يستقر تما، مرحبا بك، ما بغيتيش رجع لبلادك، راه تولي بطلة تمايا اللي عجبك. على اي، بلا ما نكمل في هاد القصه، اشنو بغيت نقول من خلال هاد الروايه هذه، هو ان ما يمكنش دوله من الدول العظمى اللي كتنتج السلاح بهاد يعني بغيت نقولوا بهاد المعايير، يتبعوا الهب اي من هب ودب. لا امريكان ما غتبيع السلاح ديالها الا الدول اللي موثوقه. من هنا واش ممكن تبيعوا للمغرب؟ واش المغرب دوله موثوقه؟ المغرب حليف استراتيجي، ما يمكنش تختارقوا بهذا الشكل هذا، وما يمكنش يعني اذا تعاملت مع المغرب واحد الاتفاقيه تحترم، ما كاينش، ما يمكن بحال مثلا تركيا ملي شرات هذاك النظام ديال الاس 400، ان روسيا ما كتبيعوش اس 300، راه بايعها للجزائر لانه ديباسي، ولكن اس 400 ما كتبيعوش الا الدول، رغم ان تركيا كاينه في الناتو، تركيا راه كاينه في الناتو وبيعتوا ليها وكانت امينه. تركيا شدات هذاك سميتو، ما عبتاتش به، خلات يعني هي خداتو باش تستعملوا للدفاع ديالها، وهي كاع هي دارتو على الابتزاز ديال الامريكان، لان الامريكان مابغاش يبيع لها الباتريوت. تصور دابا الامريكان بايع الباتريوت للمغرب، ما بغاش يبيعوا لتركيا، ردة فعل ديال تركيا كانت هي هذه، انها خدات ديك الاس 400 باش تأدب الامريكان على الموقف ديالها، لان ايام اوباما العلاقات ما بين تركيا والولايات المتحده كانت شويه متوتره. على اي باش نرجع للموضوع، من هنا كنقول ان بعد هذا الدرس اللي لقن هذا البيلوت الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا، لا يمكن لا يمكن بتاتا، لان احنا عارفين ان روسيا كتبيع السلاح كثير 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 للجزائر، ما كاينش سلاح نوعي. الا غتبيع هاد السخوي، يعني غير الناس على ودنك عارف ان السخوي راه سي كيلكو شوز دو ديباسي، هذا التحليل ديالي، هذا شي حاجه اللي انا مقتنع بها اقتناع تام. بينما المغرب هو يعني بغينا نقولوا حليف موثوق، الامريكان ممكن تبيع ليه الاف 35 وشي حاجه اللي كنظن ماشي بعيده، وبدليل ان بعث ليه الباتريوت وبعث ليه الاباش اسلحه. غير المعلومه هو ان اف 35 الامريكان رفضت تبيعها للامارات، والامارات راه حليف ديال الولايات المتحده تتبعها. على اي، هادشي علاش كنقول ان فاش هذيك كانت امريكان الجزائر دارت داك الطلب ديال تعمل صفقات ديال الاسلحه مع امريكا، انا كنت مستيقن ان امريكا ما غتبيعش ليها والو مسمار، تقدر تبيع ليها الخضره، لا. علاش؟ لان امريكا
تعتبر أن الجزائر ماشي دولة موثوقة. ما روسيا اللي هي أصلا حليفة ديال الجزائر وأصبحت تعتبرها دولة غير موثوقة، ما بالك بالولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا باش تعطي السلاح ديالها نوعي الدولة اللي ممكن ما شكون يعرف راه راه إلا باعوا لهم السلاح ما تعرف داك السلاح فين غيوصل، حتى واحد ما غيضمن. قدروا يجيبوا لي زانجيليو الروس تما يقلبوه، وبالمقابل الى روسيا باعت سلاح نوعي للجزائر، راح تقدر الجزائر تجيب لي زانجينيور فرونسي تما سلك سلك يحلو. اذا كيبقى هادشي ديال الصفقات كاين فيها بزاف ما يتقال. راه ماشي غير اللي جا غادي يشري السلاح من عند الولايات المتحده او لا حتى من عند روسيا الا كان سلاح جد متطور، او من الدول اللي كتنتج السلاح ما كتبيعش سلاح متطور من هبه وهذا. اخواني اخواتي كنشكركم على التتبع. هادشي علاش بغيت نبين في هذا الفيديو علاش الولايات المتحده بسقات على ديك الاقتراح ديال الجزائر ديال 12 مليار، قالك سنويا غادي يجوعوا البلاد هما باش يشريو الحب ديال الميريكان. راه هادشي ممنوش، الميريكان راه عارفه اش كدير. اخواني اخواتي كنشكركم على التتبع. ما تنسوش الجيم، راه كاين واحد الشح في الجيم. جيم واخا ما تحملنيش، لان هذاك الجيم هو اللي غادي يعاون الفيديوهات باش يديفيزاو شي شويه، لان راه ما كيديفيزاوش نهائيا. شكرا اخوان ديالي، وشي كومونتير اذا كان ممكن. مع السلامه.